مرحبا بكم. ملخص هذا الاسبوع في 5 نقاط اللي غنلخصوا فيه الرياضه المغربيه في الاسبوع الماضي في اقل من 2 دقائق. نبداو الفروق المغربيه في المسابقات القاريه ونهضروا على الجيش الملكي اللي اقتنص 3 نقاط والمركز الثاني في مجموعه بي بعد الفوز ديالو على يونغ افريكانز ب1-0 في الرباط. في نفس المسابقه النهضه بركانيه انهزمت ضد باور دايناموز وعقدت المهمه ديالها في التاهل وعلى بعد جوله واحده من نهايه دور المجموعات، باقين في المركز الثاني مع باور دايناموز ب7 النقاط. دوزو الكاس كونفدراليه اللي لا اولمبيك اسفي لا الوداد حققوا 3 نقاط وعزوا الرتبه ديالهم. اسفي ضمن التاهل وعلى بعد نقطه واحده من اتحاد العاصمه في المركز الاول، والوداد في الصداره 12 نقطه ولكن باقي ما ضمنش التاهل لدور الربع. نمشيو للالعاب الاولمبيه الشتويه بايطاليا اللي غتعرف المشاركه ديال جوج رياضيين مغاربه. رياضيين بجوج مع عبد الرحيم كنيسه في 10 كيلومتر وبيترو ترانشينا في سلالوم وسلالوم العملاق. نمشيو للتنس ونهضروا على المنتخب الوطني المغربي اللي لعب ضد كولومبيا في كوب ديفيس، المواجهه اللي عرفت الخساره ديال المنتخب المغربي 3 لقاءات لواحد وفوز وحيد جا من رضا البناني اللي على مستوى كبير بزاف ضد خصمين حسن منه في الترتيب، الشيء اللي غيخليه يستافد من دعوات اكثر ومسانده ديال الجامعه الوطنيه المغربيه ان شاء الله. النقطه الخامسه والاخيره نهضروا على المحترفين ديالنا المغاربه واللي في الوقت اللي بزاف فيهم عاشوا اسبوع مزيان بحال دياز زلزولي ترغلين والصباري، كاين فيهم اللي غيبغي ينسى هذه السيمانه بمره. كان هذا هو الملخص ديال الاسبوع. الا عجبك الكونسيبت خلي لايك وفولو وما تنساوش كره في التيران والحساب عندي.